الامن فين لو الارسال قطع. لو سمحت اطلع بره البار دانس فلور بس عشان انا مش جاي كده. اهلا بكم في 2 في سيلندر نسخة كاس العالم. كلامنا مش بس في العربيات، كلامنا المرة دي في الكرة اكتر، ومعانا 2 من اجمد اللاعيبة اللي موجودين في سيلندر، حافظ وعمر. مين الفرقة اللي انت بقى بتشجعها متوقع ان هي تاخد كاس العالم؟ هقول بلجيكا طبعا عشان لابس تيشيرت، بس انا متخيل اليابان هتبقى مفاجأة. يابان هتعمل مفاجأة. يابان مفاجأة ولا تاخد كاس العالم؟ لسه كسبان البرازيل 3-2. مفاجأة ولا تاخد كاس العالم؟ لا مش هتاخد كاس العالم بس هتبقى مفاجأة، يعني ممكن توصل سيمي فاينل بس فاينل. مين الفرقة اللي انت متوقع ان هي تعمل حاجة او تاخد كاس العالم يعني؟ تاخد كاس العالم. تعمل حاجة. انا معاك في التوقع ده. ماشي. طيب احنا بقى هنشوف بقى مين اللي هياخد بقى الحلقة بتاعت النهاردة ومين اللي هيكسب. نروح لأول فقرة. ودلوقتي الفقرة الأولى وهي أسئلة سرعة. اللي عارف الإجابة أنا هخاف من إيه؟ السؤال الأول: مين اللي سجل أسرع هدف بتاريخ كأس العالم؟ طب احنا محدش جاوب الا احسن هنروح للسؤال اللي بعده والبوينت هيروح علينا احنا الاثنين. عشان اعرف الاجابه. اها طب يلا. توماس مولر. غلط. اديله كارت اصفر. ايوه استنى لحظة. حاسه هيبقى حد برازيلي مثلا. لا كرواتي مش عارف ليه. ارفع. مودريتش. دي ده احمر بقى عشان ما عملش الكوره. لا ما خصم دولي. ما تسخنيش ارجوك. هو هاكان شكور. هاكان شكور ده كرواتي. ده كرواتي فعلا. مين اول منتخب افريقي وصل نص النهائي؟ المغرب. احنا اتنين رمينا فار ممكن فار. شايف ان الاثنين نزلوا في نفس الوقت والاثنين قالوا المغرب في نفس الوقت. ممكن نعوضهم عن السؤال اللي فات نقطة ونقطة بنفس الرد. مش بيزون حاجة، مش بيزون كده حاجة والله. انتوا كده راضيين؟ انا مش راضي بس تمام. السؤال الثالث: مشاركة مصر في كأس العالم 26 معلش انا اسف، القوانين قوانين. رميت الكرة في الارض مش هتجاوب على السؤال. عندك اجابة السؤال اللي ما كملش؟ مشاركة مصر في العالم. محتاج تخمن السؤال ده انت عارف الاجابه. ايوه مشاركة مصر في كاس العالم 2026. ايوه المشاركة رقم كام؟ المنتخب المصري. صح؟ المشاركة الثالثة. بتحط نفسك في مواقف بايخة. بطل؟ مشاركة مصر في كأس العالم 26 المشاركة كام؟ هم راحوا 3 مادي الرابعه. بالظبط. عملت كورة. ما هو دوره. ودلوقتي الفقرة الثانية وهي أسئلة صح وغلط كتير قوي، بس مش سهلة. ما اهم تستعجلش حاجه في الثقه كل في حاجة. النفس. كده مش هنجيب ولا واحد صح بس يا باشا براحتك. أهم حاجة إن الأسئلة هتبقى كتير قوي، بس الدايرة اللي احنا واقفين عليها دي بتلف وأنت بتجاوب لازم توقع الإقماع دي كلها بالكورة. ان شاء الله. جاهز؟ يعني هنعرف. مش عارف بصراحه مش جاهز. يلا ابدأ. هاكان شكور سجل أسرع هدف في العالم بعد 11 ثانية. صح. جوستن فونتين سجل 13 جول في نسخة 58. صح. فونتين سجل أهدافه 13 في أكتر من نسخة. صح. مبابي سجل في نهائيين مختلفين لكأس العالم. مين؟ يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لمخة في الكلام. مبابي سجل نهائيين مختلفين لكأس العالم. غلط. زيدان سجل في نهائيين مختلفين لكأس العالم. صح. كوريا الجنوبية وصلت نص النهائي. مفيش كور. كمل. اكمل ايه؟ كوريا الجنوبية وصلت نص النهائي كأس العالم 2002. صح. حسام الحضري أكبر لاعب شارك في كأس العالم للرجال. صح. كأس العالم 1950 كان بنظام نهائي عادي من مباراة واحدة. صح. أورجواي فازت بكأس العالم 1950 بعد مباراة الحسم ضد البرازيل. غلط. فوز المجر على السلفادور 10-1 حصل في كأس العالم 82.
فوز المجر على السلفادور 10-1 حصل في 82. تركيا فازت بكأس العالم 2002. ميسي أكتر لاعب شارك في مباريات في كأس العالم. روجيه ميلا أكبر لاعب سجل أهداف في تاريخ كأس العالم. محمد صلاح سجل هدفين لمصر في كأس العالم 2018. صح؟ دلوقتي هنبتدي الفقرة الثالثة. الفقرة ديت هي فقرة اختيارات. نسأل السؤال، المفروض ان هو ليه 3 اختيارات، فاللي حابب يضمن النقطة يسمع الاختيارات بعدين يحدف الكرة بسرعة. والسؤال الأول، كريستيانو رونالدو اتعمل له مفاجأة في كريسماس 2022 بعربية يعني لاكجري من جورجينا. كويس، كنت اقول بوجاتي. لا بجد يعني انت جات لك اللي هو المعلومه يعني فاهم، عدت قدامك ولا انت مثلا بتحب كريستيانو رونالدو لا او بتحب جورجينا؟ انا كمان بحب جورجينا. مين اللاعب الانجليزي اللي ارتبط اخبار عنه ان هو مجنون في السواقه خصوصا بعربيه رولز رايس 2024؟ والله برنس. هو بيشجع يونايتد. والله برنس. بيشجع يونايتد. والله برنس. لابس تيشيرت انجلترا وبيشجع يونايتد. ممكن ما تتكلمش على ديفيد بيكهام اصبح سفير عالمي. هنحاول بقى، ما انا مش جاي كده. انا هتوكل على الله واقول بيبسي. ديفيد بيكهام اصبح سفير عالمي لماركة عربيات فاخرة سنة 21. مازيراتي، لامبورجيني، استون مارتن. غلط. حلو، غلط وانا كنت مستنيه. غلط. ودلوقتي التحدي الاخير في حلقتنا، والتحدي هيكون كرة بس بين حافظ وعمر، والتحدي هو فولي. يلا بينا. ونظرا لأهمية الحلقة وأهمية اللعيبة اللي موجودة معانا، قررنا إن إحنا نضيف تحدي كمان زيادة. التحدي دوت بتلف حوالين الكورة 10 مرات، بعدين بتطلع على طول بتحاول تشوط ما بين القمعين. ليك 3 محاولات. جاهز؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. لا انت في واحدة ناقصة والله. لا انزل 10 على طول على طول. يا ولا 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 يا ولا. مش 2 3 4 5 6 7 8 9 10 برا. 1 2 3 4 حرام 5. اوه ان 1 2 3 4 5 6 7 8. لسه فين التسعة؟ 9. استنى 10. يلا شوت. اوه أول نقطة. 1 2 3 4 5
5 7 9 يلا 10 بالراحه بس النبي يمتك. اوه لو سمحت تطلع بره البار دانس فلور بس هو عشان مايك هنا صح؟ لا انت عديت لا معلش معلش انت عديت 5 7 المايك بس الارسال قطع. الامن فين لو سمحت؟ الارسال انت قطع عديت؟ في المايك. انت عديت 5 7 ما اطلع لا انا بره. قلت لا 6 والله ما بس. طالع استنى لو انا مش هكمل تصوير وعمر عايزك هنا. عديت 5 7 ويعني وصلت براحته لحد ما دماغه تثبت ويشوط معايا قلت له شوط والله ما كسبت. انا الارسال بص بقى بص اللوزرز بيعملوا كده. اهو لا 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 1 2 3 4 5 6 واللي كسب هو عمر عزت. ظلم ولجنه التحكيم ما كانتش موجوده. مبسوط ان انتوا كنتوا معانا في 2 في سلندر نسخة كأس العالم. مع السلامة.